اهلا بيكم يا حبايبي، وهنكمل مع بعض مصايف مطروح الجميله والمصايف مطروح الحلوه قوي. هنشوف دلوقتي مصيف نادي الزمالك. طيب في ناس من متابعينا حبايبي هيقولوا احنا مش مشتركين في نادي الزمالك. طيب ايه الفايده من الفيديو؟ هقولك يا ستي، وانتي ماشيه في الطريق على مصيف نادي الزمالك هتلاقي حمامات كيلوباترا هتبقى على الناحيه الشمال. شايفه الناحيه اليمين الشط عامل فيها ازاي، الشاطئ عامل فيها ازاي؟ هنا في شواطئ كتير قوي تقدروا تدخلوها انتوا وولادكم وكده. الموجة فيها هادية، على العكس الناحية الشمال فيها الصخر والموجة عالية جدا. الناحية اليمين دي تكاد تكون مفيش موجة خالص، تحس ان هو حمام سباحة. فاهماني؟ اللي قبل نادي الزمالك طبعا، والصف اللي بعديه اللي ماشي بعديه من نفس الصف ده بقى هنركن هنا على الناحية الشمال زي ما انت شايفة. طب أعضاء النادي هيستفيدوا بإيه؟ طبعا في ناس بتقدم في القرعة اللي هي بتاعة الرحلات وكده، وبتجيلها القرعة وبيطلعوا في فوق أسبوع أو كده. طب الناس اللي ما جات لهمش يقدروا يستفيدوا. انت كعضو تقدر تروح تقضي اليوم عادي خالص زيك زي اللي طالع في الفوق بالظبط. تستمتع بكل حاجة، تقعد على البحر وتصلي في المسجد وفي المطعم تحجز وجبات وتاكل وتقعد وقت ما تقعد. بس مفيش طبعا بيات في الشاليهات. زي ما انتوا شايفين دي كانت من شوية دخلت النادي، وده المكان اللي بتقعد فيه قبل البحر. لو معاك موبايل تشحن او عايز تشتغل بعيد عن دوشة البحر او تقضي وقت بعيد عن البحر، جنبيه هنا كانتين لو عايز تشرب منه حاجة قهوة او حاجة زي كده. تقدروا تقعدوا في المكان ده. يعني لو حد معاه ورق وعايز يشتغل او حد بيعمل اي حاجة، يقدر بعيد عن دوشة البحر والدوشة اللي بتبقى عليه. انتوا طبعا فاهميني. هنا ده الشاطئ زي ما انتوا شايفين، المية عاملة ازاي برضو رايقة ومفيش موجة خالص. بأكد ان الجنب اليمين ده من حمامات كيلوباترا مفيش اي موجة خالص، يعني مفيش قلق. حتى هنا في النادي ما شاء الله عاملين ميزة ان هو عامل خط كده مفيش حد بيتعداه، عشان الجيت سكي والحاجات المائية اللي هي الالعاب والحاجات دي ما تعديش وتأذي اي حد. فبالتالي اللي نزل المية بيبقى في امان. وكمان في شباب منقذين واقفين مركزين قوي مع اللي في المية واللي بعد الخط والحاجات دي. فدي ميزات حلوة قوي للأعضاء. طيب وغير الأعضاء، انت كعضو ممكن تعزم أي حد صاحبك أو تعزم حد قريبك أو كده بتذكرة زيارة بتعملها له، ويقضي معاك برضو اليوم ويستمتع بنفس الخدمات اللي انت استمتعت بيها. ك... كمطعم كحاجات من دي تحجز برضو وجبات طبعا سعرها مدعم. وهنتكلم عن نقطة الوجبات لما تيجي. دلوقتي ده شكل المصيف وانت قاعد قدامه. طبعا الاولاد بيبقوا فرحانين جدا لان هم بيكونوا صداقات هناك مع اطفال من نفس سنهم بيلعبوا معاهم كده يعني. والميزه كمان ان معظمهم بيبقوا من مكان واحد، يعني انت لو من القاهره او من الجيزه بتلاقي ناس تقدر تتواصل معاها بعد كده وتقابلها برضو في النادي. هنا بقى المطعم ده شكله زي ما انتوا شايفين كده قدام البحر، شكله حلو. تدخلوا الوجبات سعرها مدعم، بتنزل وجبات طعمها حلو جدا كأنه أكل بيتي ما شاء الله نظيف. زي ما انتوا شايفين الرز والخضار والسلطات واللي انت عايز تطلبه او عايز تطلب لحمة او وسعرها حلو قوي. فيه اهتمام الصراحة في المطعم. اكل نضيف مفيش اي شكوى في الاكل. وجبة الغداء بينزل معاها نوع من الفواكه سواء عنب سواء تين كمثرى، اي حاجة من الحاجات دي بتنزل معاها. كذلك وجبة العشاء بتبقى حلوة قوي، بتبقى حاجات كلها فريش، العيش بيتعمل فريش، تبقى قاعد شامم ريحة العيش وهو بيتخبز. او بيعملوا معاها حلويات جلاش كنافة اي حاجات من دي في العشاء مع الجبن والحاجات، وبتبقى اسعارها برضو قليلة جدا. هنا قدام المطعم، اذا حابب تقعد قدام المطعم زي ما قلت لك في المكان ده بعيد عن دوشة البحر. النادي بقى طبعا نادي رياضي يا جماعة، مش هيسيبك تاكل وتقعد بقى ايه كده، لازم يشغل كل اللي في النادي. انا الصراحة بشكر كل اللي بينظموا موضوع اللي هي الافواج ده، كان الفوج ال15، وبينظموا مصيف نادي الزمالك كله بصفة شخصية يعني. ليه ناس تحس ان هم شغالين على قدم وساق ان هم يسعدوا كل الموجود ويلبوا لهم طلباتهم ويوفروا لهم ترفيه الكبير قبل الصغير. يعني يعملوا سباقات وبيعملوا حاجات حلوة قوي بحيث وبيحيوا روح المنافسة كده في الناس الموجودة. يعني هتلاقي كرة نسائية، هتلاقي ألعاب حلوة قوي. طب الشط فيه الألعاب المائية الموجودة في كل الشطوط التانية. هتلاقي الجيت سكي، هتلاقي الموزة اللي احنا اتكلمنا عنها. هنا هتلاقي
اليخت له اصلا بيخزن هنا او بيبقى في الجنب هنا كده كتير. هتلاقي في النادي برضو الحاجات اللي موجودة هنا في النادي اللي هي المراجيح والحاجات اللي هي الأطفال الصغيرين. هتلاقي فوق ألعاب تانية، هتلاقي كرة قدم. يعني كل اللي بحب هواية هيلاقيها موجودة في النادي. هتلاقيني واقفة كده بتصور ورا ظهر المارينا دي. أكتر حاجة المارينا الزرقاء اللي كنت بقعد عليها دي قدامها، أحدف يعني عيش للسمك والسمك يتجمع. منظر السمك ده زي ما انت شايف كده بيبقى منظر تحفة. سمك كده انت ترمي له الاكل والسمك يتجمع وياكل. اطفال كتير قوي حابه المنظر. العيال لما بتشوف المنظر ده تنزل بالجرادل ان هي تحاول تصطاد السمك، وفي منهم كان بيعرف يصطادوا على فكره. بس من يعني سبحان الله ان السمك ذكي جدا، مجرد ما بيحس بحركه في الميه كل ده بيختفي. مجرد ما الحركه تروح تلاقيه اتجمع على الاكل اللي انت حدفته له. كمية سمك رهيبة، لدرجة ان في ناس بتيجي تقعد تصطاد فيها بالليل كده، وبيخرجوا منها اسماك وحاجات اسماك يعني شبه المكرونة والحاجات دي. يبقى مصيف نادي الزمالك من المصايف الجميلة جدا. والخط بتاعه كله يعني لو بتدور على شط هادي لولادك وما تبقاش قلقان عليه، الناحية دي معظمها اللي قبل نادي الزمالك، كل الشواطئ الخاصة اللي قبل نادي الزمالك دي بتلاقيها هادية مفيش فيها موجة أصلا. طبعا في أندية كتير لها مصايف هناك. انت برضو اسأل على حاجة زي كده، وكعضو في اي نادي اسأل في نادي القوات المسلحة ونوادي خاصة وشواطئ خاصة بالأندية. اسأل على حاجة زي كده. شايفين منظر السمك من الحاجات اللي الواحد بيحب يبص عليها قوي. سبحان الخلاق العظيم، منظر السمك منظر الصراحة بيبقى تحفة. وتحس ان السمك ده مخلوق ذكي جدا. يعني مش بسهولة تصطاد السمك إلا بقى بشبكة أو صنارة أو حاجات من دي، لكن بيحس بالحركة في المية. قمة المتعة إن أنت قاعد في مكان ما تبقاش قلقان على عيالك، لا من صخرة ولا من موجة ولا من حاجات دي، ولا لا قدر الله يتخبطوا في حاجة. فكمية صداع لما يبقى في مكان فيه موجة والعيال تدخل جوه أو تطلع بره أو الحاجات دي بتبقى صعبة في الشواطئ التانية. مهما تدخل جوه المستوى تحس ان هو مستوى واحد. وطبعا الفريق المنقذين ليه توقيت، وقت ما التوقيت خلاص تقريبا من الساعة 7:15 او حاجة زي كده او 7 بيخرجوا كل اللي موجود في المية خلاص. في التوقيت ده بقى بيعملوا بقى بعض الأنشطة. دي المارينا اللي انا قلت لكم عليها. ناس بقى بتاخد عليها صور، تقعد بقى منظر السمك ده تقعد تتفرج عليه. يقعدوا كده كأنها في وسط البحر. فشكلها بيبقى حلو قوي. انا من الناس اللي لما بشوف اي اسماك الصراحه بحب اصورها. بيعجبني قوي المنظر، حتى لما بعدي على حد وعنده سمك صاحي كده فبحب اتفرج واصور المنظر ده. ده شكل الشاطئ اهو. طيب ايه، انا عماله اقول ايجابيات ايجابيات، طب ايه السلبيات؟ طبعا مفيش مكان كامل. هو يؤخذ على المكان حاجات بسيطه جدا، لو كملت الحاجات دي الصوره بتاعتنا هتبقى حلوه قوي. اللي هي ايه، في شمسيات كتيره قوي موجوده ورا معظم الشمسيات دي. يعني فيها حاجه بسيطه وتتصلح، تلاقي الشمسيه واقفه على مسمار، واقفه على حاجه. الشمسيات اللي على الشاطئ بقى محدوده. يعني تلاقي ناس حاجزة الكراسي، وناس تانية ملهاش مكان تقعد بقى فوق او تقعد صف تاني او تقعد في البحر. فليه احنا عشان نبقى يا هو لو مفيش هنقول مفيش، لكن في واحنا نكمل الصورة ممكن نعمل صف تاني وتالت وكل الناس تستمتع بجمال المنظر ده. فهي بس دي الملحوظة الصغيرة لو ياخدوا بالهم منها بحيث كله يستمتع. النادي بقى هنا بيعمل ألعاب للكبار زي ما انتوا شايفين كده، كل الكبار بقى يقوموا يتحركوا بعد الغدا كده. دي لعبة الكراسي اللي احنا عارفينها كده، بيجمع كل الرجالة اللي في النادي وها كله بيقوم يشارك. بيعلي فيهم الحس الرياضي يعني. زي ما انتوا شايفين كده، لعبة كانت ممتعة لهم وبيسلوا وقتهم، وكان نوع من الترفيه بدل ما هم قاعدين على الكراسي كده ايه، ما بيتحركوش.
ده بالنسبة للأطفال. بقى لعبة تانية الولاد والبنات، لعبة شد الحبل بيقوي بينهم روح المنافسة وكده. طبعا الحاجات دي كلها مصحوبة بأغاني. مثلا الولاد هنا غلبوا في أغنية والله وعملوها الرجالة، وبيشغلوا لهم حاجات بقى تحفيزية. طبعا ممنوع الموسيقى والحاجات دي. فهنا بقى الولاد بيكرروا مرة واتنين وتلاتة لحد ما يفوزوا على فريق البنات. فبتبقى بقى حاجات حلوة، يعني بتقوي روح المنافسة بينهم، وبرضه نوع من الرياضة. تحس ان اللي قاعد ما يحسش بالملل، مش هو بحر وخلاص، لا، بحر ورياضة وألعاب وأكل وشرب وصلاة، كل الحاجات. يعني أنا بشكر النشاط الاجتماعي الصراحة. ومش بس كده، ده بيعملوا لهم كمان رحلات يومية. كل يوم في رحلات بحرية طالعة لأكواخ الملح، وفي رحلات للأسواق بتروح الأسواق تشتري بقى المصطفين أو الفوج اللي هناك، بيشتري كل اللي هو عايزه. طبعا بتروح تنسق مع الاشتراكات وكده، وتقول له أنا مثلا هاجي معاك الرحلة. الرحلات دي بتطلع من الساعة 10، ترجع على ميعاد الغدا، ترجع تلاقي أكلك جاهز. يعني أسبوع بيبقى ترفيه جدا بالنسبة لهم. ودي لعبة كانت حلوة جدا. لعبة ترتيب الأرقام، برضو فريق من السيدات وفريق من الرجال. بيقول رقم، وكل هما الاتنين معاهم نفس الرقم، واللي يرتبوا بسرعة يبقى هو ده الفريق الفايز. هو ده بيبقى الفريق الفايز. واحنا عارفين طبعا السيدات في أي حاجة فيها عد هي أكتر حد كسبان. هنا كانت بنوتي أكتر واحدة ملخبطاهم، وأنا بقول له خدها ده شاطرة في الحساب، طلعت لا شاطرة ولا نيلة. كل شويه يقول لي هي دي اللي شاطره في الحساب، هي دي اللي شاطره في الحساب. كانت اكتر واحده يعني مبوظه الدنيا مع الفريق. فمن هنا بشكرها قوي ان هي كانت يعني مبوظه لهم الفريق. شايفين قد ايه متلخبطه. والعاب كتير وكتير وكتير، يعني كل يوم كان كام لعبه، وكره نسائيه وكره للاطفال وحاجات من دي، وحرب الوان ورسومات للاطفال واسئله ثقافيه. يعني بمعنى أصح مشغلين كل اللي في النادي في أنشطة الصراحة. الناس دي لما هتروح عمرهم ما هينسوا الذكريات ولا الحاجات الحلوة ولا الأسبوع اللي هم قضوه ده. يعني لدرجة إن ولادي لما راحوا الشاطئ ده خلاص هم مش عايزين يروحوا شواطئ تانية. خلاص كده هم مبسوطين مية وبيلعبوا أصحابه بيلعبوا. مسجد احنا ككبار كل صلاة بصلاتها. بتلاقي المسجد تدخل تصلي. فبالنسبة للواحد لما يتوقع حمامات نظيفة، لما تخرج تلاقي مكان تاخد فيه دش وتغير هدومك. حاجات كتير قوي، يعني مش مرتبط لا بوقت ولا بالشماسي ولا بالمكان ولا الكلام ده خالص. والله يا جماعة أنا ما متحيزة لحد أبدا، بس الواحد يعني واجب عليه إن يدي كل حاجة حقها. طالما طالما شفت حاجة إيجابية لازم نمدح الناس اللي عملتها، وإذا شفنا سلبيات لازم نقول عليها، عشان يعني الناس اللي عاملة حاجات حلوة دي تتدارك الحاجات البسيطة دي، تبقى الصورة كلها في الآخر حلوة. هنا وما زالت اللعبة لسه شغالة، وما زالت هنا برضو أكتر واحدة بتلخبطهم أهي. هترجع تاني تلاقي ملخبطهم برضو. ركزي بقى يا هنا، ركزي. هيضربوها. قد ايه الكباتن هناك قايمين بدورهم جدا. انا والله ما اعرف اي حد فيهم نهائي. بس عاملين الناس دي شغل عالي. غير بقى المسابقات دي بتلاقي ايه؟ بتلاقي في فريق طبي لا قدر الله لو حد ما، وفي الشاليهات اللي جنب اليمين ده الشاليهات جنبيها في دكتور موجود هناك لا قدر الله لو حد عنده مشكلة، لو حد حصل له حاجة بيقدر يسعفك او يقول لك ايه المطلوب او تعمل له ايه او تجيب له ايه. الناس متعاونة جدا. دي كانت مسابقة برضو في مسابقات ثقافية، ودي مسابقة كانت زي موسيقى كده، أول أغنية وانتوا تقولي دي أغنية ايه.
واللي يقول لي طبعا الاول في الدقايق في الثواني الاولى يبقى هو ده الفريق الكسبان. زي ما انتم شايفين موقفين كل المكان على رجل، كله بفكر وكله بيشغل في دماغه، بيخلوا المخ يشتغل. طبعا كل ده فريق بيجاوب لا الإجابة لا، بيفكروا. دي بقى كانت حفلة، جايبين فرقة فيها بعض فقرات حلوة جدا جدا جدا. يعني هنا الأطفال بيلعبوا بيرقصوا على أغنية عقباوي، وفي اللي هي الرقصة البمبوطية، وفي بتاعة الصعيد يا أبويا على حق، دي برضو بيجيبوا الناس لابسة اللبس ده ولبس الفرقة دي اللي هم لابسينها. كانت حفلة جميلة جدا، الحفلة دي قعدت حوالي 5 ساعات. كانت حفلة وجايبين فيها اللي هم بيلعبوا بالألعاب النارية دي. كانت حفلة رائعة، كل فقراتها حلوة. أنا ما أقدرش أقول فقرة فيها كانت وحشة، لأن الفقرات مفيش فقرة فيها حسستك بالملل، ولا حسست ان انت ايه الكلام معاد، تحس ان هي حاجات جديدة. جايبين برضو حد كده، عارفين اللي لعبة اللي هي الوزن، اللي بوزن نفسه على اسطوانة كده ويحط عليها ترابيزة واحدة، ويرجع يحط اسطوانتين وبينهم ترابيزة 3 وبينهم ترابيزة، وقف على كام ترابيزة لحد ما يقف على حاجة عالية قوي. طبعا ما شاء الله كان شغله جميل جدا. جابوا كمان ايه في الحفلة دي، جابوا سألوا كام أسئلة برضو فيها أسئلة حسابية شوية، واللي يفكر ويجاوب أو كده بيبقى فيه جوائز مالية، بحيث ان هم يشغلوا التفكير عندهم. رقصة بقى ايه التنورة، ومن الحاجات الحلوة قوي ده يوسف أصغر راقص تنورة. طبعا رقصة التنورة ده رقصة فن، وناس كتير بتحبها، فأنا عشان كده هسيبها ومش هفصل منها حاجة. لأن الصراحة وقعد يرقصها وقتها وطول قوي، يعني لدرجة احنا دخنا. بس كانت رقصته حلوة، وكان بيعمل فيها فقرات انه يفك الشال او يشغل النور او يعمل منها منظر مروحة او حاجات من دي. كانت حلوة قوي الصراحة. فانا هسيبكم بقى تتفرجوا عليها لما للاخر، واللي حابب يفصل من الوقت ده براحته. هي كلها رقصة التنورة لحد ما الفيديو يخلصوا. وبكده اكون قلتلك ان الناحية اليمين من نادي الزمالك، اللي هو بعد حمامات كيلو بطر على ايدك اليمين، كل الصف ده من الشاطئ صف حلو، ميته حلوة هادية، ما تخافش على عيالك فيه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير وحاجات تانية كتير يمكن تفوتكم. ومع السلامة.